ايوه، يعني كيف انت يعني عايز تقنعني ان مخنا ده وارث جينات ناس من ملايين السنين؟ يا اسطى انا مش عايز اقنعك بحاجه، وبعدين انا بتناقش معاك عادي وبطرح اسئله. بتطرح اسئله؟ وماله يا اخوه يسال. طيب تفتكر ليه احنا بنفتكر الاهانه اكتر من المجامله؟ وان كلمه واحده وحشه ممكن تقعد معانا شهور ويمكن سنين، والاف الكلام الحلو بيعدي عادي. ايوه، يعني انت عايز تقول ان احنا سلبيين بطبعنا؟ لا ما اقصدش. امال تقصد ايه؟ اقصد ان الموضوع اقدم مني ومنك ومن العالم ده كله. اشجيني. يا اسطى الانسان البدائي من ملايين السنين لو سمع صوت بره في الشجر وطلع يشوف في ايه، في الاغلب ما كانش بيرجع. لكن اللي خاف وقعد مكانه هو اللي عاش. اللي كان بيفترض الأسوأ وبيستخبى أو بيجري هو اللي قدر ينجو، وهو اللي ورثنا جيناته. تقصد تقول إن إحنا أحفاد الجبناء؟ بالظبط. وخليني دلوقتي اقتنعت. أنا عايز أفهم بقى، مخي ده متصمم ضدي؟ بص، هو مش فكرة ضدك على قد ما هو عايز يحميك، بس بطريقة قديمة شوية. والطريقة دي ليها دور أساسي إنها تحافظ على بقاء الإنسان لحد دلوقتي. طريقة قديمة إيه وبقاء إيه؟ بلاش النهاردة. لما بنصحى الصبح على رسالة بتقولك لما تصحى بكلمني ضروري، ممكن تخليك قلقان. مخك أول حاجة بيروح لها إن اللي بعت الرسالة ده أكيد في خطر، أو تخليك تفضل تفكر في إيه اللي حصل منك وجايز مزعله في حاجة. ويفضل مخك في سيناريوهات ما بتخلص. ليه بقى مخنا بيروح للحاجات السلبية أوتوماتيك؟ سلبية إيه وأوتوماتيك إيه؟ أنت حافظ لك كلمتين جاي تخوتني بيهم. زمان الرفض في القبيلة كان ممكن يساوي موت. كنت هتفضل تعاني وتصارع لوحدك ومفيش قبيلة تانية هتقبلك. علشان كده الرفض النهاردة بيوجعنا بالشكل ده. عايز تقول ايه وخلصنا؟ عايز اقول ان المخ بيدي اولوية اعلى بكتير للخطر والألم والرفض، مش عشان بيكرهنا، علشان هو اتبرمج على كده زمان. حلو، ده زمان. احنا دلوقتي مش عايشين في الغابة. ما هي دي المشكلة. الجهاز العصبي اللي اتصمم خوفا من الأسود والنمور زمان هو نفسه اللي بيتعامل مع إشعارات السوشيال ميديا، أو تزييقة في الباب من شوية هوا، أو صوت خرفشة قطة في الشارع على إنها خطر كبير. طب ما هو منخاف سلم وعيش جبان تموت مستور. عليك نور. ده بقى اللي أنا عايز أقوله، إننا بنخاف نغامر وناخد الريسك، ومخنا مش بيدور على الحقيقة، هو بيدور على الحقيقة اللي تخلينا عايشين حتى لو هتعطلك. يعني احنا دلوقتي مخنا سلبي بطبيعته؟ هو السؤال الصح هل رد فعلي الحالي مناسب للموقف اللي أنا فيه؟ السؤال الأهم إننا نسأل نفسنا عن أي مشاعر تجيلنا، سواء خوف، توتر، قلق، غضب حتى، إن إيه اللي ممكن يثبت المشاعر دي وإيه اللي ممكن ينفيها. بص أنا حاسس إن أنا اقتنعت، بس أنا خايف لا تكون حاطط لي حاجة في المشروب ده وتأثر عليا. لما نخاف نتشاف ونخاف.